اليوم راح نتجول بأمستردام، راح نشوف معالمها، نلف بقنواتها، نحكي عنها وعن معلومات جدا مهمة عن هذه المدينة. فيلا نبدي الحلقة. دائما المغلق بأوقات الشهر الثامن السابع بأمستردام يكون أفضل. هو أيضا بيجامات تقدر تصور من خلالها، بس يكون أفضل لأنه فجأة تمطر، وإذا أنت بنص الرحلة وطالع رحلة تقريبا الساعة وتمطر ويكون هذاك المفتوح راح تتبهدل. تطلعون من محطة القطار أول ما توصل أمستردام، مقابلها يكون الشارع المشهور في أمستردام وياخذك على الساحات المشهورة بهذه المدينة. أغلب هذه المحلات اللي بهذا الشارع والمطاعم تكون أسعارها أعلى من الأسعار الأماكن الباقية، يعني اللي يريد يأكل بأماكن أرخص، وخاصة هذا لأنه شارع جدا سياحي فيكون أغلى. بس اكو شي، هذا المحل مال البطاطا اذا تشوفون الطابور عليه واصل لوين، هذا الشي لازم تجربوه بهذا المكان لانه جدا مشهور. هذه حارات وسط مدينة أمستردام. هذا التشارلز والوفل مشهورة به جدا هولندا، فاللي يجي هولندا هذه الأشياء لازم يجربها لأنه طعمها هذا البلد يختلف وجدا طيب. هذا الوفل ممكن تشوفوه أيضا محلات هواية، محلات الغذائية، بس طعمه فريش، فشي رهيب غير عن اللي بالمحلات. فلازم تدورون أماكن، أكو أماكن هواي بأمستردام سنتروم تجون تاكلوه حار وفريش جدا طيب. هذا الشارع اللي تلاقون به أغلب محلات الوافل وأيضا مطاعم هواي أخرى اسمه وارموس، قريب جدا على سنتر أمستردام. الشارع اللي شفناه اللي اسمه وارموس مدخله مثل ما تشوفون أمام محطة القطار. المدينة هذه كل ما أجيها كل ما أزورها مدينة جدا مزدحمة. هولندا تتميز بوجود البايسكلات بشكل مو طبيعي، بحيث أكو أكثر من 1,000,000 بايسكل فقط في هاي المدينة، وتلاحظون الباركينات مالتهم في كل مكان. هذا القارب اللي راح نطلع وشوف الزحمة عليه. التيكت مال العبارة أو الباخرة سعره 16 يورو، ولكن إذا تدخلون على موقع اسمه groupon.com تحصلوه تقريبا ب9 يورو، تدفعون منك بالكارت وتجون على المكان تسحبون التيكت.
هسه رح تبدأ رحلتنا بين القنوات بمدينة أمستردام. أول ما تطلع بالقارب رح يحطوا لكم سماعات تقدرون تحطوها بهذا هنا المكان وتسمع بمختلف اللغات المعلومات المهمة عن مدينة أمستردام. مدينة أمستردام تأسست بسنة 1275. راح ندخل المدينة القديمة والقنوات اللي بالمدينة القديمة في أمستردام. تشتهر مدينة أمستردام ببيوتها المايلة على بعضها، وهذا كله بسبب لأنه أصلا هي المدينة مبنية على المي، داير مدايرها قنوات وحتى تحتها مي، فمهددة أيضا بالانهيار مثل ما تلاحظون، فهواي من البيوت تميل ويرمموها. هذه وصلنا نهاية الرحلة في هذا القارب العجيب. طبعا رحلة جدا 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 جميلة، واللي يجي أمستردام هذا الشيء لازم يسوي، لأنه راح يلفك بالمدينة وقنوات المدينة بشكل جدا حلو. هولندا وأمستردام أيضا من الدول المشهورة في صناعة الألبان والحليب، وأيضا الجبنة الهولندية مشهورة في كل مكان في العالم. الوفل الهولندي جدا مشهور وطعمه جدا جدا طيب. هذه الحلويات تحتوي على حشيش حقيقي. نيجي لموضوع الفنادق في أمستردام، وين يلقي واحد فنادق رخيصة بمدينة أمستردام؟ بسنتر مدينة أمستردام وسط المدينة الفنادق جدا غالية تلقوها. اكو فنادق سعر متوسط ولكن مو المستوى العالي جدا، فمن الافضل ممكن تأجرون فنادق تكون قريبة على المطار، مطار أمستردام، وهذه الفنادق تكون رخيصة، وايضا يعني فنادق جدا حلوة وجدا راقية وسهل منها تقدر تاخذ اكو باصات مجانية من هذه الفنادق توديك للمطار وتاخذ قطار من هناك، يعني سهل التنقل الى وسط مدينة أمستردام. ايضا موضوع الاشياء السياحية وين تلقون الاسعار مخفضة، اكو موقع او ابليكيشن اسمه groupon.com تدخلون عليه هواي من الاشياء السياحية، المتاحف، متحف الشمع، هواي اشياء اخرى، كل الاشياء اللي يحبها السواح ممكن تلاقون اكو خصومات. مثل ما شفنا اليخت اللي صعدناه ايضا لقيت كوبون من هناك رخص لي تقريبا 5 يورو على كل تيكت. فادخلوا هذا الموقع، شوفوا المكان اللي تريدون تروحون، مثلا متحف الشمع او الاشياء الاخرى، ودوروا على الكوبونات قبل لا تروح المكان، تشتريها اونلاين ارخص لك، خاصة اذا كان جروب فتوفرون هواية. واللي هنا قربنا نوصل لنهاية حلقتنا من هذه المدينة العجيبة. طبعا المتعة بيها في شيء خيالي، إلها طعم خاص. أنصح كل واحد تصير له الفرصة يزور هاي المدينة ويتجول بيها، يشوف معالمها الحلوة. لا تنسون اللايك والتعليق الحلو والمحلو بالحلقة، وإن شاء الله تكونون استمتعتوا، ونشوفكم حلقات جاية، وسلام.